بينفش ازاي على البوتاجاز عشان يبقى ايه العينة باينة اهو، عشان ابقى انا صادقة من اول كلامي. العيش عاملاه في البيت، وطبعا احنا عارفين ان انت العيش بتاعك عشان يطلع كويس الدقيق الحبة الكاملة اللي انت هتجيبيه، طبعا انت مش متأكدة ان هو 100% يعني دي صحي، او معنى اصح مش بنبقى واثقين قوي، فاحنا بنضيف لو انت هتحطي مثلا كوبايتين دي حبة كاملة، بتحطي قبالهم كوباية الا ربع او نص كوباية ردة. تمام، يعني لا حطي كوباية ردة. تمام، يعني قصاد كل كوبايتين حبة كاملة كوباية ردة، وقصاد كل 4 كوبايات حبة كاملة كوبايتين ردة. تمام، فانا عملت العيش الحبة الكاملة في البيت، وعملت الحواوشي، وبيني وبينكم انا اقتنعت ان البصل يتعمل عليه ديليت، وهو والثوم اكس 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 مش هيخشوا بيتي بالامانه. عندي شويه بصل في البيت و... وعايزه ان انا اصرفهم هو والثوم كمان. يبقى اعتمادنا يكون الاكل الصحي، مش متعب للقولون، مش متعب للمعده، ولا التوابل، اكياس التوابل الجاهزه اللي بنجيبها نحطها، تتبيله الحواوشي، تتبيله الكفته، تتبيلة البشاميل، يعني التوابل اللي احنا بنجيبها، تتبيلة الكبسة، الحاجات اللي احنا كنا يعني بنعتمد عليها في اكلاتنا. عندي نص كيلو لحمة، والعيش اهو بعد ما طلعته، على فكرة انا يوميا او كل يومين بغبس على حسب الاستهلاك بتاعي، وكل اللي بغبسه ايه كوبايتين دقيق وبالهم كوباية رد زي ما قلت لكم، وممكن احط كوباية الا ربع رد. تمام، التركية هنا ان انا دخنت اللحمة، ايوه زي ما قلت، زي ما انت سمعتي كده، دخنت اللحمه. شايفين انا اللحمه كانت حمرا، فحطيت عليها معلقه سمنه بلدي من عندي، ودخنت اللحمه، قفلت عليها خالص، حطيت حته فحمه وحطيت عليها نقطه زيت او حته سمنه صغننه خالص، وقفلت اللحمه، دخنتها وحطيت ملح زي ما انتوا كنتوا شايفين، يعني انا مش بكذب عليكم. دخنت اللحمة، خليتها مدخنة اكنها معمولة على الفحم، اكنها كفتة او مدخنة، يعني طعمها يبقى شوي. تمام، وعايزة اقول لكم ان كل ده هعمله على البوتاجاز، يعني انا كل ده، يعني انا خبزت